تخرجي من الجامعه لغايه النهارده 20 سنه، انا عمري ما كنت بشتغل شغلانه واحده. في المدرسه طلعت من المرحله دي على المرحله بتاعه الجامعه حاجه تانية خالص. كل حد متخرج من عماره هو بيبقى طالع عايز يبقى الديزاينر الرهيب، انا هبتدي اعمل مباني ايكونيك والناس كلها تحكي عنها وتشوفها وبتاع. مش كل يوم هيجي لنا حد شغال الصبح في الاستراكشر وبالليل في حفله، فانا متخيل دول دنيتين مختلفتين جدا. فاحنا عملنا 140 مدرسه. مديري قال لي يومها يا جماعه اللي خد المشروع ده من اوله لاخره معانا هو خلص هندسه. ده اللي انا اقدر اقول ان انا كنت فخور بيه جدا. اشتغلت في مشاريع كبيره قوي في مصر، المتحف المصري الكبير مثلا. حاليا ماسك المشاريع في الشركه دي وماسك معاها الانترتينمنت. انا نفسي اعمل ايه؟ انا عندي حب للخشب، انا نفسي ابقى نجار. يا مساء الفل. النهارده في بودكاست الخبير مع المدير عندنا ضيف مختلف شويه. الخبره بتاعته مش الخبره اللي انت هتسمع عنها كل يوم، فقصصه هتبقى غالبا برضو مختلفه. هو في الاساس مهندس خريج هندسه، وحاليا بيشتغل ديفلوبمنت دايركتور لشركه اسمها TLT، وفي نفس الوقت دي جي معروف قوي. وهو ابن عمتي عشان ابقى برضو صريح معاكم. ضيفنا النهارده احمد عيد. ازيك يا احمد؟ ازيك يا محمود؟ منورني. نورك. انا مبسوط قوي على فكره. احنا عملنا مع بعض بودكاست زمان، انا مش عارف انت فاكر، طبعا. وصورناه في البيت كده طبعا كان يعني ايه بودكاست الغلابه. بس كان حلو. كان حلو بصراحه. وانا متاكد النهارده برضه هتبقى قصه حلوه ان شاء الله. الايديا بتاعت البودكاست بتاعنا ان الشباب الصغير يتعلم من خبرات ناس حقيقيه، لان القصه الحقيقيه بقى فيها بقى يعني ايه، مش ماشيه خط مستقيم، فيها حاجات كتيره قوي مختلفه، وفيها ليرنينجز وحاجات بيتعلموها مختلفه وبيغلطوا وبيتعلموا. فبحاول من خلال البودكاست ده ان نجيب ناس زي حضرتك عندهم خبره في مجال معين، بحيث اللي عنده خبرات متشابهه يتعلم، او حتى اللي ما عندوش خبرات متشابهه يعرف اكتر عن المجال بتاعك. وانت القصه بتاعتك انترستنج لانها فيها نجاح في المجال الهندسي، وفيها اللي هو التكنيكال اللي انت درسته، وفيها نجاح لحاجه انت اصلا بتحبها، ويمكن يكون في ناس عارفاك بيها اكتر ما هم عارفينك كاحمد المهندس. فانا هدي لك بقى المايك ونبتدي من الاول خالص. من زمان. احمد عيد اتخرج. اوكي. انا اتخرجت من المدرسه سنه 98. كنت وقتها ابتديت شويه في قصه المزيكا دي. وبعدين دخلت هندسه، وطبعا كليه مش سهله خالص، يعني محتاجه تركيز ومحتاجه وقت ومحتاجه الواحد يبقى مركز. صعبه موت يعني، مش سهله، هي صعبه موت. دمها تقيل جدا. وبعدين اتخرجت في سنه 2004، دخلت قسم عماره في كليه هندسه. اتخرجت سنه 2004، ومن هنا ابتدت بقى الرحله اللي هي فيها حاجات كتير. يعني قبل كده كانت المزيكا شغاله معايا، لان انا في المدرسه ابتديت العب شويه آلات، درامز وبيس جيتار وحاجات كده على قدي. وبعدين كنا بنعمل شويه حفلات وحاجات كده، فابتدينا نخش في قصه الدي جينج ونجرب ونجيب الميكسر ونقعد نلعب مع بعض. كانت تكنولوجي مختلفه تماما وقتها، بدائيه جدا 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 يعني. التطور اللي حصل فيها دلوقتي يعني حاجه مرعبه. في 2004 ابتديت اشتغل كمهندس. القصه في العماره انه اللي بيتخرج من عماره ده في مجالات كتير جدا ممكن يشتغل فيها، كلها من ضمن مجال العماره يعني. او من ضمن الدراسه. زي ايه؟ يعني ممكن تشتغل ديزاين، تصميم. ممكن تشتغل تكنيكال درونز اللي هي الرسومات التنفيذيه. ممكن تشتغل في موقع. ودي برضو ممكن المدني يشتغلها يعني عادي. ممكن تشتغل مقاولات. ممكن تشتغل اداره مشروعات، بروجكت مانجمنت. ففي مجالات كتيره جدا ممكن تشتغلها بالدراسه دي. في تقريبا خط متعارف عليه كده، انه الناس بتبتدي دايما بالتصميم، وبعدين بعدها شويه يخش تكنيكال، وبعدين بعدها بشويه ومع التكنيكال يجي بقى المواقع. ده بيبقى اسهل يعني روت تبتدي فيه، او في فرص اكتر؟ لا، ملهاش علاقه بالفرص قوي على قد ما هي ليها علاقه هو اولا ان كل حد متخرج من عماره هو بيبقى طالع عايز يبقى الديزاينر الرهيب. انا هبتدي اعمل مباني ايكونيك والناس كلها تحكي عنها وتشوفها وبتاع. طبعا مش الحقيقه. يعني هو انت بتبتدي الاول تشتغل، ممكن ترسم سلم، ممكن ترسم يعني هتشتغل حاجات. حتى لو بتشتغل في مكتب ديزاين بيبقى الموضوع دورك لسه صغير. دورك لسه صغير جدا، ومش هتبقى في مش الاكيد ان انت تبقى بتشتغل على مشروع كبير. ممكن تبقى شغال في فيلا ولا شقه، ولا بتعمل اللي هو بقى كومباوند ولا حلو. لا بص، هو حلو قوي انك انت بتدي الامثله دي علشان اللي بيسمع او اللي بيتفرج يبقى فاهم المجال ده في بدايته كانت الدنيا عامله ازاي. فقطع صغيره في مشاريع كبيره، او انت ماسك بروجكت صغير قوي بتعمل فيه دور بسيط. ده بالظبط، ده من ناحيه الديزاين يعني، او الاركيتكتشرال ديزاين.
الخط المتعارف عليه هو مش بالضروره هو الصح، هو الحقيقي. الناس بتشتغل الاول ديزاين شويه، وبعدين ممكن تبتدي تنزل مواقع وتبتدي ينزل يرسم اللوح التكنيكال اكتر، الحاجات التنفيذيه، وبعدين سكه المقاولات دي سكه تانية خالص لو هو عايز يمشي فيها، وبعدين يخش بقى على اداره المشروعات ويبقى بيشتغل بروجكت مانجمنت، بيتابع بقى ان الدنيا ماشيه صح وكل واحد بيعمل دوره. ودي طبعا او يعني في الاغلب الناس بتنتهي فيها بان هو يبقى ممثل المالك في اي مشروع. ساعتها ما بيبقاش هو اللي بيعمل الديزاين بس، هو بيتابع كوردينيشن وتنسيق يعني والحاجات دي كلها. هل دي تعتبر رانك اكبر يعني؟ من الناحيه الثانيه ما نقدرش نقول رانك اكبر، لانه برضه هو اللي اخد سكه التصميم اكيد كبر فيها وبقى في حته تانية. هي مش رانك اكبر، بس هي متعارف عليها انه انها فاينانشالي احسن. يعني الشركات الكبيره اللي فيها اللي بتعمل كومباوند ولا مش عارف ايه، المهندس هناك بياخد فلوس اكتر من المهندس بره. ليه الخط ده مرسوم بالطريقه دي او بالترتيب ده؟ علشان في الاغلب الراجل اللي وصل للحته بتاعت ان انا ممثل مالك دي محتاج يكون عنده المعرفه بتاعت الحاجات التانية من الاول، اللي هو بقى في الاول خالص انا ديزاينر او في مكتب تصميم فبطبق، انا عندي تسليمات، عندي مواعيد تسليمات، عندي حاجات الكلاينت بيرفضها فبرجع اعملها تاني، عندي وقت قليل قوي ان انا اخلص الشغلانه وهكذا، لغايه ما انت بتبقى عند يعني بتبقى ممثل المالك في حته ما في حياتك، فانت اللي بتحط الديدلاينز دي وانت اللي بتحط، وبيبقى ليها اعتبارات بقى تانية خالص. يعني بيبقى فيها زايد على الهندسة حاجات ايكونومكس وحاجات فيزيبيليتيز، لان انت بتعمل في الاخر الشركة اللي بتملك المشاريع دي هو باصص لها من ناحية تانية غير الديزاينر اللي شغال عليها. هو باصص لها ان هو انا عايز احسن تصميم، احسن جودة، اقل سعر، اسرع تنفيذ وهكذا. هو باصص لها بزنس من نقطة تانية خالص. فلما بتوصل للحتة دي يستحسن يبقى انت تكون عديت بالمراحل كلها، بالمراحل دي. في حالتي انا ابتديت اتحول من الكرسي ده للكرسي ده بعد تقريبا 6 أو 7 سنين شغل. يعني في الاول اشتغلت تصميم وبعد كده في الشركات اللي هي اكبر شويه، اللي هو الاستشاريين اللي هو بيشتغل في مشاريع كبيره. اشتغلت في مشاريع كبيره قوي في مصر. ينفع ندي مثال على حاجه؟ المتحف المصري الكبير مثلا، اوكي، ده اشتغلت فيه، وده كنت محظوظ انه انت بتحتك بالديزاينر بتاع المتحف مثلا، بتحتك طبعا بالتيم بتاعه مكتب، وده كان مسابقه وكسبها مكتب ايرلندي. الهيد ديزاينر فيه راجل امريكاني صيني ومراته ايرلنديه، بتحتك بمدخل مختلف تماما لحل المشاكل وللتصميم وهكذا. يعني ده كان واحد من المشاريع اللي اشتغلت فيها. انا فاكر المشروع ده لما خلص، لما سلمناه، مديري قال لي يومها يا جماعه اللي خد المشروع ده من اوله لاخره معانا هو خلص هندسه. طبعا هو فيها مجازا يعني، فيها مجاز، بس هي الفكره ان هو فعلا كانت حاجه مختلفه وقتها، كانت سابقه الدنيا شويه، وكانك تشتغل بره مصر. في شويه ناس من اللي كانوا معانا في المكتب راحوا ايرلندا قعدوا مع الناس هناك شويه، فطبعا استفاده مختلفه تماما واحتكاك مختلف. يعني قبل ما ندخل على النقطه دي، انا عارف انت هتحكي لنا ان انت عملت في 7 سنين نقله دي. قبل ما نسيب الفتره بتاعه البدايه للي بيبتدي المجال ده، ايه اكتر حاجه يركز عليها؟ لان انا رنت في وداني حته اللي خد المشروع ده كانه خلص هندسه. فهل انا يبقى تركيزي اللي انا مفهمه، معيش عشان انا مش باك جراوند هندسه خالص، فهسال اسئله كتيره ممكن تبقى غبيه، لكن بالتالي ممكن تفيد ناس كتير، ان احسن لي اركز على حته مشروع كبير واخده من اوله لاخره فاتعلم، ولا ابتدي في حاجه صغيره قوي؟ يعني الاسم مهم في المرحله دي من وجهه نظرك، ولا ايه الاولويه؟ بص، هو كبدايه لو حد في بدايات شغله بعد هندسه وعماره لقى نفسه في مشروع كبير، ده راجل محظوظ جدا. اوكي، لان هو انا اصلا يعني مثلا مشروع المتحف ده انا وصلت له بعد 4 أو 5 سنين شغل. اوكي، ده مش في البدايه. بالظبط. اوكي، طبعا مفيده جدا ان حد ياخد مشروع كبير قوي بالمنظر ده من اوله لاخره، حتى لو هيلعب دور صغير فيه. مظبوط، عشان ياخد الاكسبوجر والليرنينج بتاع حاجه زي كده. مليون في المية. لان هو لو بيعمل حاجه صغيره فيه هو برضه لسه محتك بالحاجات التانية. لان انتوا كلكم في الاخر فريق واحد، فكلكم لازم هتتعاملوا مع بعض، وكل واحد لازم يبقى عارف شويه حاجات تانية من اللي التانيين بيعملوها. وهو بيعمل حاجه معينه من الاول للاخر، بس في حاجات تانية، لانه في الاخر المشروع بتركب الحاجات دي كلها على بعض وبيطلع حاجه واحده في الاخر.
هرجع للنقطه بتاعت النقله ما بين الناحيه دي والناحيه دي. انا قبل ما اوصل للحته بتاعت اللي هو التكنيكال او المشاريع الكبيره وكده، كان شغلي في مكاتب ديزاين صغيره. انتيرير بتاع شقه هنا، بتاع بيت هنا، بتاع فيلا هنا، حته كده في ريزورت مش عارف ايه. بس كان وقتها انا كنت متخيل انه لا، انت وده غالبا اي حد خريج عماره بيبقى عايز اللي هو طالع يعمل حاجه يفيد الانسانيه ولا انا مش هبني كومباوندز، انا هعمل مش عارف ايه. كنت برضو محظوظ ان انا اشتغلت في مشروعات شبه دي اللي هي مفيده. عملنا مشروع اسمه، ده كان في شركه قبل الشركه بتاعه المتحف، مشروع اسمه مدارس الفصل الواحد. اوكي. كانت عباره عن مدرسه محو اميه بنات في حاجه اللي هو اندر بريفليج جدا يعني. عباره عن فصل واحد، هو فصل وحمام وبروتوتايب قاعدين بنكرره في حتت فقيره جدا. وكان سبونسرد من شركه بترول امريكاني وقتها ومجلس القومي للامومه والطفوله. وعملنا 140 مدرسه. وطبعا عشان هي مشروع صغير فهو بيترسم وبيتبني بسرعه، وعشان هو نفس الديزاين بس انت بتعدله على المساحه بقى الموجوده بالظبط والظروف اللي موجوده قدامك. فكان سريع. فاحنا عملنا 140 مدرسه. ده اللي انا اقدر اقول ان انا كنت فخور بيه جدا، ان هو بعمل حاجه تفيد الانسانيه. ورحت حتت يعني تحزن من الفقر. يعني حتت كنا بنروح نشوف المواقع في الاول حتى قبل ما المشروع يبتدي، لا الناس مش فاهمه خالص انت جاي تعمل ايه. والناس الظروف بتاعتهم صعبه جدا جدا جدا. دي كانت الفكره اللي هو ايه بقى، خلاص احنا الاركيتكت ده اللي هو هيخش يغير العالم ولازم شغله يبقى مفيد. وانا مش عايز اعمل مشروع اللي هو حاجه بملايين وبتاع، انا عايز اعمل حاجه مفيده وهكذا يعني. الفرص دي مش كتيره. هرجع لسؤالك بتاع اللي متخرج ده يمشي في السكه ازاي او يبتديها ازاي او هكذا، او يتوقع ايه. اقدر اقول لك ما يتوقعش انه يقبض فلوس، لان هو المهندس الصغير، المهندسين كتير، المهندس الصغير ما بيقبضش كتير. يعني الانتري ليفل بتاعه مش بتكسب فلوس. ودي حاجه عاديه جدا يعني. دي مش هو ده مش هو المشكله. مش هو ده اللي هيخلي الواحد يقول لا المجال ده مش نافعني. ومش هو ده الوقت اللي تقدر تحكم عليه تقول انا المجال مش نافعني. انت لسه ما شفتش حاجه. انت ما شفتش المجال اصلا. انت اصلا اول ما بتخش المجال حتى لما بتشتغل ديزاين، انت الديزاين اللي عملته 4 سنين في الجامعه ده مش هو خالص. بتتعلم حاجه تانية خالص يعني. انا عندي مرحله تعليميه في المدرسه. انا كنت في المدرسه الالماني، وبعدين طلعت من المرحله دي على المرحله بتاعه الجامعه، حاجه تانية خالص. جامعه القاهره كليه هندسه عماره، حاجه تانية خالص عن اللي شفته قبل كده. بعد كده دخلت الشغل، حاجه ثالثه خالص. فهم مش مرتبطين ببعض في وجهه نظري باي شكل من الاشكال. اوكي. بتخش بقى تبتدي شغل، لا انت هتتعلم حاجه من اول وجديد. اوكي. فاشتغلت شويه تصميم اللي هو في مكاتب صغيره نوعا ما يعني، لمده 2 أو 3. وبعدين ابتديت اخش على قصه بتاعه الرسومات التنفيذيه وكده. ده كان منها مشروع المتحف وهكذا. وبعدين نقلت بقى على الحته بتاعه البروجكت مانجمنت. ده كان عدى على تخرجي حوالي 6 سنين. ده يعتبر سريع ولا بطيء؟ ولا سريع ولا بطيء. ده يعتبر اوكي يعني، يعتبر مش وحش. برضو الخط ده او الترتيب ده مش هو اللي لازم تمشي فيه. مش قرآن بالظبط يعني. هو ده المتعارف عليه، بس مش بالضروره يعني. الواحد لما يوصل لكده بعد 6 سنين او 7 سنين هتبقى حياته اسهل شويه، لانه عدى بمراحل معينه. بس مش بالضروره هو ده اللي يكون الخط. من ساعتها بقى نقلت على القصه بتاعه البروجكت مانجمنت، ان انا اشتغل مع مطورين عقاريين. بتبقى بقى عند الناحيه الثانيه، بيبقى عندك سكوب ديزاين مختلف شويه واصغر شويه، لان انت بتحط السيد بتاع المشروع، وبتبقى بتتعامل مع ديزاينرز. تبقى محظوظ لو انت شغال مع مطور عقاري بيشتغل مع ناس بتوع تصميم من بره. اوكي. ودي بتبقى مفيده جدا طبعا. تتعلم بقى كروس كالتشرال ومدارس جديده وبتتعلم طريقه تانية لحل المشاكل، وبتتعلم وبتشوف الراجل اللي من بره ده بيفكر فيك ازاي وانت بتفكر فيه ازاي. يعني هديك مثال. الكومباوندز اللي هنا اللي بتبيع شقه 200 متر 3 اوض، دي مش حاجه ده في الدنيا اسمها
او في اوروبا او الحاجات دي اسمها 200 متر 3 اوض، ده مش موجود. ده اهدار للمساحات يعني، ده خلاص بطل يعني. وفي شويه ناس هنا ابتدت تتبنى ده. احنا عندنا ميزه ان الارض عندنا كتير يعني، هم الناس خلاص هم هناك البلاد مش بتزيد، احنا لسه بنعمر. بس لو انت كنت فعلا في الظروف دي اللي هو انت ما عندكش ارض، اولا سعر المتر هيعلى، ثانيا هتحافظ قوي على المساحات، وبالتالي ده هيطلع لك في الاخر منتج مختلف اللي هو مفيش بقى 200 متر ولا 220 متر. لا بقى دماغ مختلفه يعني بسبب القصه دي، دماغهم انا دلوقتي بدات افهم قصدك لما بتقعد تقول بيطلعوا بحلول مختلفه. طبعا لا حلول طبعا حلول مختلفه. فابتديت اشتغل وقتها مع مطور عقاري كبير، ومنه ابتديت اكمل برضو في الحته بتاعت الديفلوبرز دول لغايه ده قعدت فيه مثلا لمده من 2010 ل 2018 8 سنين. طبعا عدينا وقتها بظروف غريبه جدا والثوره وحاجات كده. في 2018 يعني في نفس المجال بتاع العماره غيرت شويه في السكوب بتاعي، ما بقاش اللي هو كلاينت، ما بقتش اللي هو ممثل مالك. رحت اشتغلت في شركه كانت بتعمل انتيرير. الشركه دي كانت عندها فكره لذيذه ان الانتيريرز بتاعتها كانت جاهزه، فانت كزبون بتخش تختار من ديزاينز مختلفه جاهزه موجوده وبتتنفذ على اليونت بتاعتك. اللي مش فاهم برضو هندسه، يعني ايه قصدك ان الانتيرير جاهز؟ يعني ادينا شويه تفاصيل كده. كان مثلا بياخدوا نوع يونت ويعملوا فيها الديزاين وتبقى خلاص خلصانه كتصميم بالفرش بالماتيريال بكل حاجه، وبعدين بتنفذ الديزاين ده على اليونت بتاعتك. يعني في زي ماستر ديزاين كده او منيو، انت الى حد ما هو موجود، وانت تشوف بقى على مساحتك على النيدز بتاعتك هاخد الحته دي هاخد الركنه دي. اوكي بالزبط. الميزه في ده كانت انه التنفيذ كان سريع جدا. انا اول مره اسمع الكونسيبت ده على فكره، وده كونسيبت منتشر قوي يعني والناس كتير بتعمله. ابتدى ينتشر شويه بس هو لغايه دلوقتي هو مش ناجح. مش ناجح خالص لاسباب كتير جدا، لانه برضو الزبون المصري اللي جاي يشطب بيته وهيدفع فيه كتير قوي وعايز يغير لون الحيطه او ماده الماتيريال بتاعه الارض او الاضاءه او مش عارف ايه، غالبا انت ما ينفعش تقول له لا يعني. دفع كتير قوي على انه يتقال له لا، غالبا هتعمل له كده. فكان المشروع بيتحول من الموديل ده للموديل العادي جدا، ان انت قاعد مع كلاينت وبيقول لك وبتروح وبتسعر له عشان هي دي دماغ افيشنسي اكتر ودماغ سرعه تنفيذ دماغ سرعه تنفيذ. مش شرط يبقى الزبون ده دي اهم حاجه بالنسبه له دلوقتي. بالظبط. كانت بتشتغل شويه في مشاريع بتاعه الساحل الشمالي او البيت اللي هو التاني، لانه هو استلم في نوفمبر ولا ديسمبر عايز يشطب ويخش يصيف في شهر 6. فكانت وكان وبيبقى الاهتمام يعني مش بالضروره على قد ما الواحد بيهتم ببيته الاساسي اللي قاعد فيه. بس لا، رجوعا برضو لسؤالك، لا الموديل ده مش نافع. من بعد كده رحت على الشركه اللي انا فيها دلوقتي TLT Concepts. انا هناك مدير المشروعات وبعمل حاجه تانية برضو هناك، انا هاجي بقى فيها دي ليها علاقه بالانترتينمنت. انا لسه ما كنتش على مزيكا بس ممكن تخلص حته كده. فانا مدير المشروعات هناك. احنا المشروعات هناك مختلفه شويه، هي ما فيش مشروعات سكني لغايه دلوقتي. بس احنا شغلنا مطاعم وفنادق، حاجات ليها علاقه بهوسبيتاليتي اكتر. الشركه بتكبر، ف يعني الاكسبانشن بتاع الشركه في ال4 سنين اللي فاتوا كان سريع جدا. فده كان عامل لنا اكسبوجر حلو قوي، لان انت بتشتغل في 3-4 مشاريع، ممكن في اوقات كانوا بيبقوا اكتر كمان، بس باشكال مختلفه وبراندز مختلفه. يعني جوه الشركه في براندز كتيره قوي بتوافق فيها انت هتحط اني براند على اني مشروع على اني حته وهكذا. معانا شركاء كتير. فانا بقالي هناك بقى اكتر من 4 سنين. انا انضميت ليهم وقت الكورونا، كانت الدنيا هاديه شويه، وبعدين واحده واحده وصلنا اللي احنا فيه. النقطه بس اللي كنت عايز اقولها انه انا من ساعه التخرج لغايه النهارده، اللي هم 20 سنه تخرجي من الجامعه لغايه النهارده 20 سنه، انا عمري ما كنت بشتغل شغلانه واحده. عمري. يعني حاليا
انا ماسك المشاريع في الشركه دي، وماسك معاها الانترتينمنت. انت تعتبر كانك لابس 2 هاتس جوه الشركه. جوه الشركه 2 هاتس، ادارتين. مظبوط. الاداره الثانيه بتاعه الانترتينمنت اللي هي بتعمل الانترتينمنت بتاعه الاماكن المختلفه بتاعتنا على حسب المكان ده فين وشكله ايه والبراند بتاعه ايه وظاهر للناس ازاي في الاخر. احنا برضو من جوه الشركه بنعمل شويه حفلات. ده مش شغلنا الاساسي بس بيحصل. فدي برضو انا ببقى ماسك الحته بتاعه الحفلات دي. البرفورمانس فيها هيبقى مين وعامل ازاي ما بين ناس في مصر وناس من بره مصر وهكذا. فجوه الشركه في الاثنين دول. بره الشركه طبعا انا بعمل الشغل بتاعي اللي هو الدي جينج. ده من زمان، ده بادئ من المدرسه يعني، كان مكمل معايا وقت الجامعه ومع الشغل لغايه دلوقتي. ده تطور برضو معايا ان انا بدي كورسز دي جينج. بعمل دلوقتي شويه شغل فويس اوفر VO. اوكي. عندي راديو شو في راديو في إبيزا. ده بشكل اسبوعي بعمل مزيكا. فدول 3-4 يمكن اكتر من 3-4 حاجات بعملهم دلوقتي. throughout حياتي كانت دايما عندي على الاقل 4-5 حاجات بعملها. ف يعني جات لي فتره عملت شويه جرافيك ديزاين، لوجوز لناس ومش عارف ايه. طب مع الجرافيك ديزاين ده طب عملت براند تيشرتات. قابلت حد قوي جدا في مجال اللبس هنا، وعملنا مع بعض براند انا وهو واحد صاحبنا ثالث. قعد 2-3 مثلا وبعدين سبته يعني سيبنا البراند ده وكملت في حاجات تانية. قصة التيشيرتات دي عملتها برضو تاني بقى وقت الثورة، كانت قصة تانية كده. اشتغلت ترجمة شوية. اوكي. اشتغلت ترجمة في فترة من حياتي لمدة 2-3، بس ترجمة مش اللي هو ترجمة، كانت ترجمة تكنيكال شوية، حاجات ليها علاقة بالهندسة برضو. يعني كان المطلوب في الشغل ده مهندس يعرف عربي وألماني. اوكي. فاشتغلت دي كانت كورسز برا مصر كنا بنطلع نعملها ونرجع تاني. فشاغل نفسي قوي من ساعتها يعني من ساعة التخرج. وقت المدرسة أو وقت الجامعة كنت اللي هو دي جي بس خلاص. ده اللي كنت بعمله عشان كانت الجامعة شغالة. ومن بعد الجامعة لغاية النهاردة بعمل الحاجات دي كلها في نفس الوقت، يعني دايما شاغل نفسي في. طب وهل انت يعني دي حاجة، دي نقطة حلوة، يعني انت لسه واخد بالك او مش لسه واخد بالك؟ غالبا انا اللي لسه واخد بالي ان انت بتعمل دايما حاجات كتيرة مع بعض. انا لسه واخد بالي على فكرة برضه انت لسه واخد بالك انها من زمان قوي. ها فكرت فيها اما اجي وانا جاي انا بقول مهندس ودي جي وهنتكلم على الحاجتين دول ايه. طب بس لا انا فعلا بعمل حاجات اكتر. فقعدت افكر كده اي وقت لو خدنا لقطه في حياتي من تخرج من الجامعه لغايه النهارده كان في على الاقل 3-4 حاجات شغالين مع بعض في نفس الوقت. بس طب ليه؟ يعني هل انت بتحب تتعلم، ولا انت بتزهق بسرعه فبحتاج حاجات كتيره، ولا هي جت كده؟ يعني ممكن تبقى جت كده برضو عشان يعني صراحه انا مش عارف الاجابه على السؤال ده. فتعال نحاول نطلع باجابه اليمينيت فعلا. لا مش بزهق بسرعه، لان مثلا انا بقالي 20 سنه مهندس وحوالي 30 سنه دي جي. فلا هي مش زهق بسرعه، مش زهق. بتعلم حاجات جديده. ديفينتلي اي حد في اي حته في الكارير يعني، وفي اي حته سواء هو صغير ولا كبير هو دايما بيتعلم. يعني طبعا في حاجه مضافه او علم مضاف ليه في اي حاجه بيعملها، ومش بالضروره اللي هو بقى انا بتعلم من الكبار وكده. انت بتتعلم من الفريق اللي معاك، بتتعلم من الاصغر منك واللي اكبر منك، وبره الشغل بتتعلم من اهلك وبتتعلم من صحابك ومن قرايبك ومن اخواتك. انت بتتعلم دايما يعني طول الوقت بتتعلم. انا كنت بعملها طلبا للعلم، مش عارف، مش متاكد. بس يمكن اكون وقتها يعني احنا لو بصينا للحاجات دي هي كلها فيها نوع من انواع الكرياتيفيتي. انا كنت لسه هقول لك يمكن اكون وقتها كنت اللي هو طب يلا ما اجرب نفسي في دي واشوف هيحصل ايه. طب واجرب دي كمان مع دي. طب ما هو لو الوقت سامح نجرب برضو ندخل ده كمان. طب ما هو اصل الديزاين بتاع التيشيرتات ليه علاقه بالجرافيك ديزاين وليه علاقه بالاركيتكتشر في الاخر، لان هو برضو ديزاين. انت لو بصيت لكل الحاجات اللي بعملها هم مرتبطين ببعض بشكل من الاشكال. يعني لو بصينا عملت شويه سنتين اللي هو التيشيرتات دي، هي ليها علاقه بالجرافيك ديزاين اللي كنت بعمله برضو على جنب. يعني يعني هو دلوقتي تطور ان اللي كنت بعمله كان حاجه مختلفه تماما عن اللي بيحصل دلوقتي. فليه علاقه بالجرافيك ديزاين. الجرافيك ديزاين ده برضو هو ديزاين، فهو انت بتكريت حاجه
بتصمم حاجه مش موجوده، فده ليه علاقه بالعماره برضو. والعماره طبعا في ديبيت شغال من قديم الازل لغايه دلوقتي، العماره دي فن ولا علم؟ وما فيش اجابه لده، هي شويه فن وشويه علم. انت بقى تاخدها 90% و10%، تاخدها 90% و10% في الاتجاه التاني، هي فن وعلم، كل واحد بيترجمها بطريقه تانية. نروح على المزيكا، المزيكا فن فيها شويه علم برضو، لان المزيكا فيها ستراكشر وفيها رياضيات، فيها ماث، فيها بتعد بيتس، فيها الحاجات دي. فهم برضو انا شايف ان هم مرتبطين ببعض بشكل ما. فانا اعتقد انه هو الاوتكم ده او النتيجه دي كلها مرتبطه ببعض. ليه بقى انت عمال تجرب؟ ما عنديش اجابه قوي، مش عارف. هو يعني يمكن هنا انا اسف، كل اللي بعمله ده مش هو اللي أنا نفسي اعمله. لا ده انا هاجي لك بس قبل ما نيجي للجمله الكبيره اللي انت قلتها دي، انا عايز اتكلم على حاجتين. ان اول حاجه لطيف ان انت تجرب حاجات كتيره، لان ده بيبتدي يعرفك انت ايه الحاجه اللي انت بتحبها، او ايه الحاجات اللي بتربط الحاجات دي ببعضها، وكل جزء بيبني على الجزء كانه كده ايه، يعني هي رحله، وكل محطه بتاخد فيها حاجه وتسيب حاجه، بتاخد فيها حاجه وتسيب حاجه. فمش مهم انك انت تبقى متاكد ايه اللي هتضيفه لك الرحله دي او التجربه دي او الحته دي من الرحله دي. رقم واحد. رقم اتنين، ان ساعات ما بنبقاش عارفين احنا ليه اخترنا مجال معين، بس بنبقى عارفين حاجه عجبانا في المجال ده، ودي بتبقى كافيه. يعني مثلا انا لما دخلت محاسبه ما اشتغلتش في المحاسبه، بس كنت بحب الارقام، فحسيت ان دي حاجه انا عايز اتعلمها، ما اشتغلتش بيها بس نفعتني في حاجه تانية. فمش دايما لازم تكون مدرك الحاجات دي. بس طبعا هرجع بقى للجمله اللي انت قلتها، ان مش ده اللي انت اصلا عايز تعمله في النهايه النهارده. لا، انا عندي حاجه تانية عايز اعملها لقدام. وده يرجع اصلا للبدايه، انه انا لما دخلت هندسه كنتش عايز اخش هندسه اصلا. هي كانت منطقيه ان اخش هندسه، بس ما كانش ده اللي نفسي اعمله. منطقيه عشان جبت مجموع كويس، ولا عشان انت بتحب مثلا شويه الرسم، ولا عشان ايه؟ منطقيه، لا هو كمان بعيدا عن حب الرسم، وانا لما دخلت هندسه ما كنتش عايز اطلع اخش عماره اصلا. أوكي. يعني هي جايه من، يعني كانت منطقيه وقتها، انا كنت جايب مجموع كويس قوي في المدرسه يدخلني اي حاجه. وكنت شايف كان وقتها سياسه واقتصاد اعلى بتاخد اعلى مجموع. فكنت لا انا عايز اروح سياسه واقتصاد. وبعدين شويه كتب ما نشوف الجامعه الامريكيه فيها ايه. طب وابويا مهندس وخالي مهندس، فدي برضو قصه تانية برضو ازليه بتاعت العائلات المصريه. انه انا احفادي هيعملوا اللي انا بعمله. فده كان فيه هنا برضو شويه نوع من انواع الضغط، يعني سواء مباشر او غير مباشر. دخلت هندسه، وغالبا وقت القرار كان جه، فانا دخلت هندسه. لما دخلت هندسه، أولا طبعا بعيدا عن الصدمه اللي خدتها من طريقه التعليم، لانها مختلفه تماما عن اللي انا كنت بشوفه قبل كده. انا ما كنتش داخل بنيه ان انا هخش قسم عماره. انا كنت عارف انه عندي، يعني ان انا شاطر شويه في حته بتاعه التخيل وال 3 دي والحاجات دي، ده من قبل كده. بس انا ما كنتش ناوي اخش عماره. فيعني هو برضو ما كانش اللي هو انا راسم خطتي من الاول وهخش هندسه وهخش عماره وهتخرج اعمل كده. لا، هي وقتها جت كده برضو. يعني انا خلصت اعدادي هندسه، كنت عايز اخش قسم تاني، قسم اتصالات كوميونيكيشنز. وهو جوه اعدادي هندسه في تنسيق برضو. يعني انت بعد ما بتخلص بتحط رغباتك، تشوف. ده كان على ايامي، ما اعرفش دلوقتي عامله ازاي. وقتها ما جاليش اتصالات. طبعا على فكره انا سقطت في اعدادي. اوكي. من ان انا كنت شاطر جدا في مدرسه ومرتب بقى على الدفعه، لواحد شايل 8 مواد من 11 ماده. اوف. وده بسبب انه انا مش عارف انتوا ازاي بتحفظوا ماث. مش عارف ازاي اتلقى علم في محاضره فيها 500 بني ادم. مختلفه، حاجه طريقة مختلفه. التعليم نفسها مختلفه عن اللي انا متعود عليه. فانا عدت هندسه، ولما سقطت 8 مواد، ال3 نجحتهم كان فيهم رسم هندسي، ودي الامتياز الوحيده اللي جبتها. فيمكن قصه الرسم الهندسي دي بينت شويه ان انا شاطر في الحته بتاعه التخيل دي. لما عدت اعدادي بقى ونجحت وداخل بقى في التنسيق اللي هو ده جوه الجامعه، برضو ما كنتش لسه عايز اخش عماره، كنت عايز اخش لسه مش متاكد. زي ما قلت لك، كان وقتها قسم اتصالات اللي هو بقى ده المستقبل يا جماعه. وما الكلام ده في سنه 2000. فكانت مصر مختلفه تماما عن دلوقتي. يعني كان لسه الانترنت
دايل اب وحاجات كده يعني. فقسم اتصالات هو ده المستقبل. والمهم ما جاليش قسم اتصالات في التنسيق، وانا كنت عارف ان انا هيجي لي في الاخر، انا هخش اتصالات في الاخر. فدخلت قسم عماره بما انه هو الناس كانت بتقول ان هو سهل. لغايه ما تجيلي اتصالات، قعدت ترم كامل في عماره، وجات لي اتصالات وقتها. وبعدين لقيت ان انا لو دخلت الموضوع هيبقى صعب جدا، ان انا فاتني كتير قوي وبتاع، فكملت في عماره. فالاختيار وقتها ما كانش اللي هو لا انا راسم خط وهمشي فيه، لا بالعكس، هي الظروف جت كده. بس خلينا، انا عاجبني قوي ان انت يعني وانت بتوري دلوقتي الدنيا مشيت معاك ازاي، فانت موري حقيقتها قوي، ودي حاجه جميله، لان هي الدنيا بتبقى انت راسم خطه شايفها ماشيه كده، وهي في الحقيقه بتمشي كده اهو. لكن انا عايز اعرف، هل انت يعني ما جاتلكش اتصالات ومثلا حزين ان انت ما جاتلكش اتصالات وبتدرس بالعافيه، ولا انت كنت متاقلم؟ انا مش متاكد انا عارف ايه، يعني كان المايند سيت بتاعك عامل ازاي؟ اعتقد وقتها طبعا كنت حزين. يعني اللي هو انا اصلا انا راسم يعني وقتها ما كانتش خطه جايه قديمه وده شغفي وحبي وعشقي الاتصالات، بس اللي هو وقتها كنت شايف ان المنطق بيقول هو اتصالات اصل المستقبل مش عارف ايه. فاكيد كنت متضايق وقتها، انا دخلت حاجه غير اللي انا كنت عايز اعملها. بس ده يرجعنا لحاجتين. اول حاجه انه هو ده ما كانش حاجه غلط خالص يعني، دي مش حاجه اللي هو اثرت فيا فلا. هو وقتها انت تحولت لان السكه دي مسدوده ما فيهاش خلاص، يعني مش ماشيه. كان عندك مرونه ان انت تبتدي تغير بالظبط يعني. فانت دايما لما يبقى عندك هدف او قرار بتاخده وما يمشيش او يمشي غلط، او القرار اللي انت خدته ده بتلاقي ان هو لا ما كانش القرار مظبوط، كان لازم تروح بطريقه تانية، دايما هتكون حزين. ولو بصيت لها بعدها بكتير بسنين كنت هتقول انا لو رجعت كنت هقرر حاجه تانية علشان امشي في السكه اللي انا كنت عايزها. وانت في الاغلب لو رجعت هتقرر نفس القرار. يعني لان ظروفك مختلفه. يعني انت دلوقتي لو انا فكرت دلوقتي ان انا لو من 6 سنين كنت سافرت السفريه الفلانيه وعملت الكورس الفلاني، كان ممكن وقتها، بس انا قررت وقتها كذا. لو رجعت بالوقت غالبا هتقرر برضو نفس القرار، لان المعطيات اللي كانت عندك ساعتها هي دي. هو دلوقتي سهل انك تقول الكلام بالظبط. انت ظروفك النهارده مختلفه، ظروف الحاجات اللي حواليك مختلفه، ظروف مسؤولياتك مختلفه. ف ده بقى يؤدي للنقطه بتاعت ان هو ما ينفعش تندم على قرار انت خدته. انت بتاخد القرار وقتها في ظروف معينه ومسؤوليات معينه. والله مشيت فيه والدنيا ما كانتش سالكه قوي معاك، مش مشكله. ما هي غالبا انت كنت وقتها لو رجعت تاني بالوقت كنت هتاخد نفس القرار برضه، هتعمل كده. يعني النهارده ما ينفعش تقول يا ريتني كنت عملت ده او ده. فما فيش ندم هنا يعني. نرجع بقى لحته الحاجات الكتيره، وعايز اعمل زوم ان بقى، لان هو دلوقتي كل اللي بيسمعك قاعد بيسمع احمد عيد المهندس لحد ما بقى دايركتور اوف ديفلوبمنت في الشركه، وده البروجريشن بتاع الكارير الهندسي بتاعك. لكن هو مش متخيل ان احمد عيد دي جي معروف وبيطلب في ايبيزا وبيقدم برنامج انت قلتها، بس قصدي هو مش متخيل ازاي البيرسونا دي بتعمل ده. احكي لنا بقى شويه على قصه المزيكا كده. المزيكا بتاعت معايا زي ما قلت لك في المدرسه بشويه آلات يعني. عندي حب المزيكا، فابتديت اجرب شويه درامز شويه بيس جيتار مش عارف ايه. وبعدين تطورنا ان هو كنا شباب صغير، فبنبتدي نعمل حفلات اللي هي ليها علاقه بالمدرسه في المدرسه. فكنا بنوزع على بعض المهمات، انت هتعمل ايه وانت هتعمل ايه. فكنا بنأجر عده دي جي وبنبدل عليها، كل واحد يلعب عليها شويه عشان الحفله تحصل يعني. الحفله في الاخر كانت يعني 3-4 فصول يعني. كان وقتها عندنا مثلا يمكن 16 سنه مثلا. عجبني الموضوع. ابتديت بعد. ليه؟ انا عايز اعرف ليه. ايه اللي كان بالنسبه لك يعني مبسوط ان الناس مثلا بصالك، مبسوط ان انت بتعمل حاجه بتبسطهم؟ ايه الحاجه اللي عجباك فيه؟ هو في حاجه اساسيه جدا في القصه دي في البرفورمينج ارتس عامه، ان انت بتشوف نتيجه شغلك في ثانيتها. يعني انت وانت بتلعب انت شايف النتيجه حالا. انت بتلعب كويس اهو، انت عملت الليله حلوه هي من اولها لاخرها. فده
ريوردنج قوي يعني اللي هو مردود على طول سريع، بيعمل لك انبساط سريع بالظبط. فمليون في المية. وفي نفس الحاجه لما بتبقى حاسس ان انت ما لعبتش كويس فباين قوي، فبتبقى عارف طب انا كان ممكن اعمل ايه هنا، طب تعال نجربه في الحفله اللي جايه نعمل حاجه مختلفه. النقط السلبيه في الحفله دي كانت كذا، طب نتعلم منها ونعملها بعد كده في حاجه تانية. فيمكن الميزه في ده هو انه انت بتشوف نتيجه شغلك حالا، بعيدا عن بقى شغال على مشروع ولا بتاع، ده لسه قدامه شويه وممكن تلحق حاجه وممكن وهكذا. يعني بيبقى الوقت اللي معمول للشغلانه دي اكبر شويه من شغل المزيكا. يمكن يكون ده هو فعلا اللي عاجبني، ان هو وبعدين ان هو انت بتطلع حاجه من جواك على للناس. فدي برضو حاجه تانية، النقطه اللي هو انت ما هو اصل كل الناس عندها نفس المزيكا النهارده، كل الناس ممكن تجيب نفس المزيكا وكل الناس ممكن تلعب نفس الحاجه. الموضوع بقى سهل جدا بتطور العده والحاجات، مصيبه سود. بس انت ازاي توظف الحاجات دي في المكان الفلاني في الوقت الفلاني فتطلع النتيجه دي. باي ذا واي انت ما ينفعش تحكم على دي جي من اغنيه ولا من اتنين، انت لازم تشوف الرحله كلها من اول اليوم لاخر، او من اول ما ابتدى يلعب لغايه ما خلص هو ابتدى فين ووصل لفين وانتهى ازاي، علشان تعرف تحكم عليه هو كويس ولا لا. اوكي. وبعدين انت ممكن تلعب حاجه وبعدين في حفله تانية تلعب نفس الحاجه بالظبط ويكون نتيجتهم مختلفين. ناس مختلفه، مكان مختلف، او حتى لو بنفس الناس وبنفس المكان مود مختلف. فهنا في بقى الحته بقى بتاع الكرياتيفيتي. تعمل ايه، تنقذ موقف ازاي، انا مش ماشي حلو، اصبر ولا اخش في الموضوع بسرعه. بتفرق طبعا من يوم للتاني ومن مكان للتاني وهكذا يعني. ومع سهوله الاكسس للمزيكا دلوقتي او لشراء المزيكا دلوقتي وسهوله المعدات اللي قدامك، فاصبح انه الناس بقت كتير جدا عايزه تخش في الموهبه دي، فاصبح ان السوق مليان. فبرضو في مش هقول منافسه، بس في زماله بينك وبين ناس كتير، وتسمعهم بيسمعوك ومش عارفين تلعبوا مع بعض وما تلعبوش مع بعض وورا بعض يعني. ففي المجال ده كبر جدا، والسين دي في مصر كبرت جدا برضو في الوقت الاخير. فالموضوع مختلف تماما عن زمان يعني. طب وايه اللي خلاك، انا عارف ان انت كدي جي يعني ما شاء الله معروف والدنيا ماشيه، ايه اللي ما خلاكش ان انت تتفرغ للموضوع ده وتسيبك من الهندسه؟ هقول لك ليه. علشان طول ما هي كانت في البدايات، طول ما هي كانت هوايه وكان عندي شغلي بتاع الهندسه جنبها، انا كنت بفكر في القصه دي. طب انا لو دي جي بس، اصل انا مش وحش مش بطال يعني، فممكن يبقى ده شغلي. فطول ما الحاجه الابداعيه دي ليها علاقه باكل العيش، او هي اللي فاتحه بيتك، هتضطر تعمل شويه تضحيات. وانت كفن يعني كارت، انت بتحاول تطلع اللي جواك للناس انها تشوفه، مش تديهم اللي هم يعني هم جايين عشان كذا فتديهم. فلو حياتك معتمده على حاجه ليها علاقه بالفن، الموضوع بيبقى صعب جدا ان انت تبقى لا انا ماسك السكه دي وانا وجهه نظري كذا. هتبقى بتضحي بتاخد حفله انت مش عايز تاخدها، بتلعب حاجات انت مش عايز تلعبها، وده ضد الفكر الابداعي هنا في الحته دي. وبعدين ما كانش في وقتها صعوبه ان انا انسق في الوقت ما بين دي ودي. شغلانه المزيكا الدي جينج نوعا ما موسميه شويه، في فترات في السنه بتبقى بتشتغل كتير، في فترات بتهدى شويه. فانت بتبقى عارف، بتبقى منظم حياتك، عارف انا داخل على الصيف، انا هو ده المعركه اهي، بس جاهز لها. بعد الصيف هنريح شويه، داخل على كريسمس ونيو ييرز وهكذا. فبتبقى منظمها انه الوقت بتاع ده ما ياخدش من ده، والوقت بتاع ده ما ياخدش من ده. اوكي. فلما لقيت نفسي قادر امشي الاثنين مع بعض، قلت لا، مش هضحي بحاجه على حساب التانية. وبالعكس انا مبسوط انه عندي الجانب اللي هو انا طول عمري قاعد بسميها
البروفيشنال هوبي، الهوايه الاحترافيه بتاعتي، ان هي انا بعملها باحترافيه، بس هي في الاخر برضو هوايه علشان ما تبقاش فيها جانب مضطر اعمله وده لازم اروح لانك لو وصلت للنقطه دي خلاص يبقى بلاش تروح. انت في الاخر بتعمل حاجه عشان ترضي نفسك وتبسط الناس. على فكره انت لو رحت حفله وانت متضايق شويه والناس بتتضايق، هو انت هما هيبان المود بتاعك، انت بترفلكت المود بتاعك على الناس اللي قدامك. وده حصل قبل كده انه يجي لك مثلا كومنت من حد من اللي حواليك، هو انت مكشر ليه؟ اصلا انا متضايق من مش عارف ايه او ستريسد من حاجه وبتاع. بس ما هو ده بيرفلكت على شغلك برضه، وغالبا ده بيرفلكت على شغلك مش بس في المزيكا. اكيد اي شغلانه انت مودك اللي جواك او الضغط اللي انت فيه ده هيطلع فيها. بس اي حاجه للاودينس بيشوفوك انت شويه بتبقى محتاج انك انت تكنترول الفساد اللي انت موريه او الفيس اللي انت موريه. انا عايز اعيد الكلام اللي انت بتقوله، يمكن دي مع ده ما بحبش اعمل اسقاط على نفسي، بس هعملها المره دي عشان اوضحها. دي كانت يمكن الفلسفه بتاعتي لما دخلت على السوشيال ميديا. حطيت مع نفسي كده قرار، قلت انا ده مش هيبقى المصدر الاساسي لدخلي. انا هبتدي دي كهوايه حتى لو ما جابتليش فلوس، عشان انا بحبها وعشان عندي ليها هدف تاني وعندي ليها رساله معينه عايز اعملها. لو دخلت فلوس هبقى مبسوط جدا، بس انا مش عايزها تبقى مصدر دخلي الوحيد. وعشان كده يمكن فضلت مكمل في الكوربريت لغايه دلوقتي، وشايف ان لو شلت الكوربريت لا لازم احط حاجه تانية مكانها. ان this is فعلا زي ما انت قلتها حلو قوي الاسم ده. السوشيال ميديا بالنسبه لي هي الهوايه الاحترافيه، الهوايه اللي انا بعملها باحتراف وبحاول اتحسن واتعلم واعمل فيها اكتر. لكن هي بتعكس يمكن في حالتي انا مختلفه شويه، بتعكس اللي انا اتعلمته في البروفيشنال بروفيشن بقى بتاعتي، اللي هي البيزنس اللي انا بشتغل فيه او الكوميونيكيشن او الماركتنج او الحته بتاعتي. بيني وبينك برضو تخليش في ضغط، تخليك بتبص لها عارف انت انا مقطع بطاقتي، انا هعملها بمزاجي، انا ما حدش هيقرفني، فاهم؟ ما بتخلي. ودي الحريه دي لما بتقدر توصل لها في اي حاجه بتبدع جامد جدا طبعا. بتعملها فعلا بمزاج. انا ساعات بحاول اعملها في شغلي، بس هي مش سهله قوي تتعمل في شغلك، لان بيبقى في ناس كتيره وستيك هولدرز كتيره، وانت طالما مضيت مع شركه يبقى انت ملتزم بحاجات معينه. لكن دايما بحاول افكر نفسي انت عندك شويه حريه، ايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش. لما بتفقدها بالتالي هو دي المرحله اللي انت فعلا بتبتدي ما بتحبش اللي انت بتعمله، ولما بتعمله بس لمجرد انك مضطر تعمله لازم اعمله تبتدي تكرهه بقى. وده اللي ممكن الناس تبتدي تقول لك انا مش بحب اللي انا بعمله، بتبقى هو ده اللي حصل، انت فقدت الحريه دي. طب نرجع بقى تاني، انا عايزك تحكي شويه، اصل هي برضو مش كل يوم هيجي لنا حد بيبقى شغال الصبح في الاستراكشر وفي الهندسه وفي بروجكت وبالليل في حفله. فانا متخيل دول دنيتين مختلفتين جدا. اولا ما بيجيلكش على الموضوع ده نقد؟ يعني انت راجل مهندس، ايه يا عم ايه الموضوع ده وبتاع، او العكس انت راجل مشهور يا عم ايه اللي يخليك بقى موظف وتتعب نفسك؟ بيجي لي النقد التاني اكتر من الاولاني بجد. الاولاني كان بيجي لي في الاول لانه كان انا بكلمك في سنه 98 لما ابتديت العب مزيكا وداخل هندسه وبتاع. المجتمع المصري نفسه ما كانش متفتح لكده خالص. انتوا كان الفنان دايما سواء بقى مصور رسام ممثل مش عارف ايه، يعني مع كامل احترامي للكل، بس كان المجتمع دايما باصص لمهندس ودكتور يعني، وكان بقى ومحامي ساعات فكان ده النقد ده اللي كان هو اللي كان موجود وقتها. وانت مهندس بقى انت فاهم. فكان موجود وقتها، بس هو مش مستمر لغايه دلوقتي. بالعكس هو دلوقتي انا شايف ان في تفتح كبير جدا من الاجيال الكبيره بالنسبه للاجيال الصغيره اللي جايه، انه انت بتعمل حاجه بتحبها وكويس فيها فبتطلع منتج في الاخر حلو ايا كان هو ايه، توكل على الله وتاخد السبورت، تاخد التشجيع من الاهالي. بيجي لي النقد اللي هو من النوع التاني اللي هو بالعكس دلوقتي اكتر، انه انت يعني نوعا ما معروف في المجال وبتعمل فيه كويس ومش عارف ايه، طب ما تسيبك من التاني ده ساعات شغله اقل من ده وبيعمل فلوس برضو شبه ده، فما تسيبك من ده. بس ما اعرفش، انا كان عمري ما عندي، او مش هقول الشجاعه، هقول النيه ان انا لا هبطل ده. بالعكس انا بطور في الاثنين بنفس الطريقه. يعني هو في تطور مثلا في الموضوع الدي جينج ده، ان انت تتعلم انتاج مزيكا ميوزك برودكشن،
خدت الكورس ابتديت اعمل بيه شويه حاجات خفيفه بس مش بروفيشنالي 100% يعني. طيب ممكن دلوقتي نطور ونعمل موضوع الكورسز دي، بدي كورسز بعلم ناس وابتدوا دلوقتي يلعبوا في اماكن وهكذا. فهي ما هي ماشيه هي في التطور الحلو بتاعها، والتانية برضو ماشيه في التطور الحلو بتاعها، وانا عارف انسق ما بين الاثنين. فانا مش شايف ان في ضروره ان انا اسيب واحده على حساب التانية او دي على حساب دي او دي على حساب دي يعني. حاسس ان هما الاثنين شغالين في نفس او ماشيين في مسارهم الحلو. لو واحده منهم انتهت هيبقى في شويه وقت ان التانية يبقى فيها تركيز اكتر وممكن يكون فيها نتائج تانية. بس لا، عمري ما فكرت، او في الوقت اللي انا فيه ده عمري ما فكرتش ان انا محتاج اسيب دي او اسيب دي علشان اتفرغ لواحده فيهم يعني. هي متنظمه كده كويس وشغاله. اوكي. طب ايه اللي انت بقى دلوقتي شغال على نفسك فيه بتطوره؟ حاجات شخصيه اكتر بصراحه. الوقت اللي احنا فيه وقت صعب من كل نواحي، الظروف صعبه. احنا عدينا بحاجات كتير دمها تقيل قوي، ثوره وكورونا وظروف اقتصاديه غريبه وتعويم ومش تعويم ومش عارف ايه. الحاجات دي كلها بتاثر على البني ادم، فبتاثر عليه شخصيا، وده بينعكس في شغله. بحاول انه اتعامل مع الضغط العصبي ده اللي هو من الظروف الخارجيه دي كلها، انه ما يعطلش حاجه من الحاجات اللي انا بعملها. والموضوع صعب ومش دايما بنجح فيه على فكره، صعب قوي ومش دايما بنجح فيه يعني. هو انت عندك ضغط جاي من الشغل، وعندك ضغط جاي من الشغل التاني، وعندك ضغط جاي من حاجات عائليه، وبنشوف بقى اهالينا بيكبروا وقلقان عليهم ومش عارف ايه وحاجات كده. طب والحاجات الاقتصاديه، طيب ده النهارده الدولار مش عارف كام، وبكره هيبقى مش ده، بيقولوا كمان سنه هيبقى ب 800 وكان في وباء حصل كده. طب ايه اللي يمنع ان في وباء تاني يحصل، وفي حرب على الحدود هنا، وفي مش عارف. فكل الظروف المحيطه دي بتاثر عليك، فبتسبب لك ضغط اكبر. انا بحاول امانج الستريس ده يعني، احاول ان انا ان هو ما ياثرش كتير. فعلا مش بنجح كتير، بيطلع عليك، وفي الاخر بتقف وقفه بقى، طب يلا نهدي شويه. وغالبا الوقفه دي بتقفها لما بتتعب انت يعني بتحس ان انت خلاص انت مش قادر تبرفورم في شغلك، او مش قادر العلاقات الاجتماعيه تحافظ عليها، واعصابك بتفلت بسرعه وهكذا. لازم تسيطر على ده كله. ده اللي انا بحاول اركز فيه دلوقتي. انه في براكتس معين بتعمله؟ انا شخصيا في براكتس معين انا اتعلمته. في حاجات نفسي اعملها بس مش بعملها يعني. انا نفسي مثلا انه اعمل رياضه اكتر، او انا كنت رياضي قوي زمان والدنيا قلت قوي معايا في الفتره دي. انا متاكد 100% ان الرياضه هتشيل من الضغط ده كتير قوي. البراكتس اللي انا بعمله وده اتعلمته هو ان انا اكسر الافكار اللي جوه دماغي دي لافكار صغيره. لان هو في الاغلب مخك بيلعب عليك انه بيخترع لك مشاكل وهميه وكبيره ومش في وقتها، مشاكل في المستقبل. اصل انا كمان 5 سنين هبقى هيحصل لي المصيبه الفلانيه عشان، وبيقول لك حلها دلوقتي. وده اتعلمته، فبيقول لك حلها دلوقتي. فعمال تزود على مخك شويه مشاكل كتير قوي وعلى بعض وعلى بعض وعلى بعض، وتقول يا نهار اسود ده مفيش اي حاجه هتنجح، ده كل انا الدنيا كلها هتقفل مني، كله هيقع. بينعكس بقى على صحتك. بتلاقي بقى ان انت ضغطك بيعلى، بتلاقي ان ضربات قلبك بتعلى، بتقلق على نفسك، فيقوم ايه تخش تزيد في الدايره دي. الدايره دي لا نهائيه. بحاول ان انا اكسر الافكار دي. احنا بنتكلم على حاجه في المستقبل، طب تعال نشوف دلوقتي نقدر نحلها ازاي. هو كده كده مش المفروض تحلها دلوقتي. طيب هي القصه دي تعال نقللها شويه، نقعد نمينيمايز فيها لغايه ما توصل لاصل القصه. هتلاقيها تافهه جدا يعني. هتعمل بريك داون للافكار دي. هي كلها جوه دماغك. بتعمل بريك داون للافكار دي كلها وتلاقي ان هي لا، هي يا اما حاجه صغيره قوي اللي هي بدات كل الفيلم ده، يا اما انت مش محتاج تحلها دلوقتي حالا. يعني هي اصلا لما يجي وقتها بقى نبقى نشوف ونشوف بقى نعمل بالاولويات كده انهي حاجه مهمه دلوقتي.
هو لانه انا كنت اتفرج امبارح على فيديو حد بعته لي من راجل بيتكلم على الموضوع ده، على الانكزايتي والديبريشن، القلق والاكتئاب. الانكزايتي دي، القلق، انا كنت بعاني من انكزايتي كبيره في وقت من الاوقات. لو قعدت تكسر في الافكار دي ووصلت ان هو لو فعلا اللي انا خايف منه ده، يعني هو انت بتبقى خايف من حاجه، لو عرفت انت خايف من ايه ووصلت لانه اللي انا خايف منه ده مش هيموتني، يبقى انت تمام. فانت مش هتموت، فبالتالي بقى انت خلاص رجعتها، خلاص مش هموت، طب تعالى بقى نهدى واحده واحده وتبني تاني، بتلاقي نفسك بتحل المشكله اللي هي غالبا وهميه مش موجوده. وهو كان بيقول ان هو حكى كده مثال انه واحد لما بيقابل واحد صاحبه معين صدفه في الشارع من المدرسه، فقعد يتلجلج في كلامه وابتدى يتنفس بسرعه وضربات قلبه تعلى ومش عارف ايه، وهو مش عارف ليه دخل في انزايتي اتاك وما كانش عارف ليه ايه سببها. لما قعد يفكر فيها كده، هي اولا بيفكر هو عايز يوصل للسبب. السبب ايه؟ ان هو انا قلقان ان الراجل ده شافني اتلجلجت شويه فراح قال لاصحابي، فاصحابي افتكروا ان انا فاشل، فالكلام ده وصل لمراتي فانا طلقتها، فلما طلقتها حياتي باظت، فالشغل رفدوني، فمش عارف ايه، فوصل للسبب بتاع الكلام. وبعدين لما بص بقى للنتيجه بتاعت ده كله، فانا لما اترفدت عشت في الشارع. حلها ازاي بقى؟ طب انا عشت في الشارع، انا ما متش، فتعالى بقى نرجع نبني عليها تاني. انا عشت في الشارع وما متش، طب انا عايش، طب ما انا لسه عندي مخ، طب ما انا ممكن اشتغل في حته تانية وهرجع اصالح مراتي وهكذا. فابتدى يبنيها تاني، فرجع لانه هو مفيش اي مشكله، يعني مفيش اي مشكله موجوده. بحاول بقى ان انا اركز في ده. لما كان بيجي لي حته القلق ده، وكان قلق مسبب جدا، بتعمل كذا حاجه وين حاسس بقى بمسؤوليات، وكنت وداخل على جواز وقتها وحاسس بمسؤوليات كتير ومسؤوليات تجاه عيلتك واصحابك القريبين ومراتك وشغلك ومش عارف ايه. كان بيجي لي انسايتي اتاكس. وقتها بقى رحت للبروفيشنال وابتدى يعني ابتدى تشرح لي ان هو لا، انت لازم تكسر الافكار دي، والحاجات دي اغلبها وهميه مش مشكله، وتحاول برضو ان انت تفصل الحاجات عن بعض. بمعنى انت سيب الشغل في الشغل. يعني ده مبدئيا كده، او خلاص طلعت من الشغل يبقى نرجع له بسطحيه جدا. بالظبط، انت سيب الشغل في الشغل. مفيش معنى ان انت تبقى متضايق من حاجه في الشغل فتتعصب على مامتك او باباك. ده حاجه وده حاجه. وعلى فكره ده مش سهل، هو سهل. هو الطبيعي جدا ان الناس رابطه الدنيا دي كلها في بعض. هي سلطانيه كبيره وحاطين فيها كل الكلام ده. فانتوا ازاي مش متخيلين ان انا اصلي في الشغل عندي مشاكل؟ لا، هو مش لازم على فكره. يعني هتخيلوا ازاي اصلا؟ بالظبط هو يعني هو معاش معاك اليوم، وهو في حته تانية خالص، وهو عنده اصلا مسؤوليات ومشاكل تانية. فلما يجي تتعامل معاه في حاجه تانية، المفروض تعمل بقى ريستارت كده من الاول، وتبقى الشخصيه بتاعت العيله او الشخصيه بتاعت البيت مع مراتك او مع عيالك او مع اصحابك او الكلام ده كله. فده برضو حاجه مفيده. انا عايز ارجع الرياضه تاني في حياتي. او الاهتمام بالصحه عامه. الاهتمام بالصحه طبعا كاكل وكرياضه ده 100% بيقلل نسبه كبيره جدا من الضغط العصبي على الانسان. والفصل ما بين المشاكل، يعني دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه، وكل واحده لو مفهوم ان لو كل واحده كانت لوحدها كان حلها يبقى اسهل، لان انت مش مضغوط من حاجه تانية. بس تعال نحاول نعمل كده او نمثل ان انا ما عنديش الا المشكله دي. خلينا عايز ارجعك لحته اللي هي الحته بتاعت سيب الشغل للشغل وسيب البيت في البيت. في قاعده في التايم مانجمنت، لان في مشاكل كتيره ليها علاقه باداره الوقت بسبب التوتر. انت بتبقى متوتر غالبا لو انت حاسس الوقت بيعدي وفي حاجه معينه انت ما بتعملهاش او متاخر فيها او الوقت كان هيفرق فيها. انت دايما عندك تخيل ان الوقت كان هيفرق. ففي قاعده في اداره الوقت اسمها قاعده الرينج ماستر. الرينج ماستر ده هو الشخص اللي في السيرك بره بيبقى مسؤول عن الشو، اللي هو بيوقف كده بكرباج وبيعمل حاجه معينه، فالراجل بتاع الترابيز يقوم نازل ويبدل. لان السيرك بره ده حاجه عرفتها مش من الفرجه على السيرك الحقيقه، من كتاب قريته، ان السيرك بره بيبقى فيه اكتر من شو بيتعملوا في اكتر من رينج، والرينج ماستر ده بيلف عليهم. يعني مش لازم تبقى كلها في وان رينج. فقال لك ان الرينج ماستر لو هو قاعد في فقره الترابيز لازم يركز مع الترابيز، مش هيركز مع الاسد بعديها هيعمل ايه، وبعدين يخلص دي يروح للرينج الثانيه،
وبعدين يخلص دي يروح الرينج الثالثه. وده اللي انت محتاج تعمله في حياتك. قال لك الحياه فيها 3 رينجز، انت وده كل اللي انت بتعمله علشانك، عشان نفسك، عشان تساعد نفسك، رياضه، خروجه علشانك، اهتمام باكلك عشانك، عيلتك كل ما هو بتعمله عشان عيلتك، وشغلك كل ما هو بتعمله عشان شغلك. عيلتك طبعا تتضمن مراتك، ولادك، باباك ومامتك، لو في ناس اكتر من كده صحابك ممكن ينضموا لعيلتك لو انت بتخدمهم، ممكن ينضموا لنفسك لو انت بتعمل حاجه معاهم بتبسطك انت. وهي القاعده الاساسيه تبقى في كل رينج ما بتفكرش في الرينج الثانيه. ولكن النقطه بقى المهمه اللي انت قلتها، او نقطتين، انك انت تفهم الرينج الثانيه ان انت مشغول. يعني مثلا انا في الشغل وعندي مشكله كبيره، لازم بقوم مثلا قايل لمراتي، او انا قبل التصوير ده بعت لابني وقلت له انا مش هرد على التليفون عشان انا عايز اركز مع التصوير ده. فهو كده فهم، يعني ما تحطش في دماغك هو اكيد فاهم ان انا في تصوير فمش هيكلم، لا مش هعمل كده. في تركايه بقى تانية، دي اللي احنا بنفشل فيها، من خروجك من رينج ودخولك للرينج التانية محتاج تفصل. فانت راجع من الشغل وشايف ان هو كان يوم بشع في الشغل، ما تطلعش على طول تدخل على البيت. لو دخلت على البيت اقول لك حاجه تافهه، خد دش. مفهوم، هيفصل الموضوع. خد دش وغير هدومك وبتاع، غير الانفايرمنت بتاعتك عشان تطلع بره الموضوع ده. لكن تدخل من بره تغسل وشك وتخش كده بمشاكلك كلها بقى على مراتك او عيلتك، هتكمل. فالنقطه دي حلوه قوي. طيب خليني بقى اسالك، انت بقى في ظل كل اللي انت معاك ده، ايه اللي نفسك تعمله في المستقبل؟ انا عندي خطه ثانيه خالص. غير المزيكا وغير الجرافيك ديزاين وغير الدي جينج وغير كل ده. هو انا عامه خلال ال 20 سنه دول اللي هو من التخرج من الجامعه لغايه ما احنا قاعدين هنا، بيجي لي افكار وبعملها او ببتدي فيها كده وبعدين بحسبها في الدرج. جات لي فكره ان انا طب ما انا ممكن الم كل اللي انا بعمله ده تحت حاجه واحده، وتبقى حاجه ليها علاقه بالفنون والعلوم والمش عارف ايه، وعملت بقى واللوجو والبتاع وبعدين حطيتها في الدرج. وبعدين طب ما ممكن اعمل مشروع تاني بتاع مش عارف ايه، انا اكيد هبقى شاطر فيه، حطيته في الدرج وبتاع. وده برضو ليه علاقه بالوقت اكتر يعني. انا نفسي اعمل ايه؟ انا عندي حب للخشب، انا نفسي ابقى نجار. اوكي. عملت ايه عشان ابقى نجار؟ لغايه دلوقتي حاجات بسيطه يعني. سافرت خدت كورس تصميم فرش في ايطاليا، وبعدين رجعت هنا اتعلمت النجاره اللي هو بايدك بقى في ورشه هنا ومش عارف ايه. ده انت خدت الموضوع سيريس، انت مش عايز تدور، ده انت عايز كمان تعمل انا عايز بايدك. اشتغل بايدي. انا هشتغل بايدي. شكلها هيبقى عامل ازاي انا مش عارف. ابتديتها؟ لا ما ابتديتهاش. بس انا دلوقتي برضو في طبعا عشان شغلي في بحتك بحاجات ليها علاقه بالنجاره وبالخشب وبالحاجات دي. بس انا لسه مش بعمل حاجه دلوقتي اكتفلي علشان اوصل لده. يمكن تكون دي فكره تقاعد، ما اعرفش، حاجه اتسلى فيها، ورشه اتسلى فيها برضو ما اعرفش. ممكن تكون يعني في يوم من الايام هقول خلاص انا اديت دوري في الحاجات دي، فخلاص افضي شويه وقت ان انا يبقى ده اكل عيشي، الله اعلم، مش عارف. بس ده اللي انا عايز اعمله. اشمعنى النجاره طيب؟ انا بحب الخشب انه ماده طبيعيه شويه، ما بحبش الحاجات الصناعيه دي. وليه انواع كتير، ففي مجالات كتير. و طريقه الخشب اللي هو بيتركب في بعضه ده انا عندي هوايه بتاعت ليجو. انا ليجو كولكتور، انا عارف، فظيع يعني. عندي كميه ليجو حتى لسه مقفول، يعني غير اللي اتعمل لسه مقفول. فانا بحب الحاجات المكعبات اللي بتخش في بعض دي وبتعمل شكل تاني عن الشكل الاولاني اللي هي كانت فيها فردان يعني. بس الخشب بما انه حاجه طبيعيه دي حاجه بتشدني جدا. انا بحب الملمس الطبيعي او والشكل الطبيعي للحاجه، مش بحب البلاستيك قوي يعني. الليجو بلاستيك يعني، بس هو مش في الحاجات اللي هي البيئه اللي انت قاعد فيها ومحيطه بيك. بحب الحاجات تبقى حالات على قد ما تقدر تبقى حاجات طبيعيه. ودرست بقى لما درست في الورشه وفي في الكورس ده انواع الخشب وانواع الشجر، وده بيجي منين وده بيجي منين ومش عارف ايه وبتتقطع ازاي والكلام ده. الموضوع فعلا شدني جدا. وطبعا هو ليه برضو في الاخر علاقه بالهندسه وليه علاقه بالفنون يعني. هي برضو غالبا حاجه يمكن بترضي حاجه بتزود التشين دي بالظبط. ممكن يكون عشان كده، الله اعلم يعني. احمد انت منورني وحلقه مختلفه فعلا يعني. اتكلمنا على حاجات كتيره، تيجي نعمل ريكاب
يلا بينا عشان اللي بيتفرج، وانا لو نسيت حاجه يا ريت تخش معايا كده. انت قلت اتكلمت في الاول على حته، او خلينا ما بقاش اقول انت قلت في الاول، انت في حاجه ربطت حاجات كتير قوي اتكلمت فيها، وهي ان انت مش ضروري الخطه اللي في دماغك تمشي بالظبط زي ما انت راسمها، ولو باب اتقفل وفي باب تاني بديل بالمعطيات اللي عندك ده احسن باب، مفيش مانع ان انت كمان تجربه وتدخل فيه. ويمكن دي الطريقه اللي مشيت بيها حياتك على الاقل في الهندسه. وكمان يعني انت كسرت قواعد كتير قوي الحقيقه النهارده. دي القاعده الاولانيه. كسرت قاعده حاجه تانية، انت ممكن تكون حاجه بتحبها وتبقى بتبقى سميتها هوايه احترافيه اللي هي المزيكا، وحتى لو بتدخلك فلوس كويسه ممكن تبقى زيها زي شغلك، لكن حلو ان انت يبقى عندك الاثنين، فيبقى عندك حريه ان انت تبدع في واحده والتانية برضه هتبدع فيها، بس قصدي دي بتعملها بمزاجك قوي، على عكس التانية ممكن تكون بتعملها كريسبونسبيلتي او حاسس ان انت في مسؤوليه تجاه شغلك. فدول يمكن الحاجتين الكبار اللي احنا اتكلمنا عليهم. وانت كمان قلت مش معنى ان انت بتعمل كل الحاجات دي حاليا ان انت لازم تكمل فيها قدام، ده انا قدام عايز اعمل حاجة تانية خالص. فواضح ان انت في حاجة بتحب تتعلمها، يعني ما عرفناش قوي نجيب دي، بس انت بتحب تجرب وتشوف حاجات جديدة. اتكلمنا في النص على حتة تكنيكال في مجال الهندسة شوية، ان انت غالبا هتبتدي لو انت في مجال عمارة هتبتدي بالتصميم، وان انت يبقى حظك حلو لو اشتغلت في بروجكت تيم يكون في مشروع كبير حتى لو دورك صغير. واديت مثال على المتحف المصري، بالتالي كميه الكروس فانكشنال الاكسبيرينسز اللي ممكن تاخدها من الحضارات المختلفه ومن الجنسيات المختلفه ومن الخبرات المختلفه ممكن تساعدك قوي. وان انت لو عايز تبقى في يوم من الايام ممثل للكاستمر او تبقى يعني بروجكت مانجر او دايركتور، محتاج تكون شويه عديت على كل الادارات. مش شرط ان ده يبقى القانون الوحيد، بس لما تكون عديت على كل الادارات دي بتديك رؤيه 360، فتقدر ان انت تكبر في الكارير بتاعك. واتكلمنا شويه على الحته النفسيه، وبالتالي دي حته حلوه ان احنا اتكلمنا عليها النهارده، لان كل الناس بتعاني من ستريس. وانت قلت ان انت الحاجه اللي يمكن بتعرف تعملها او شغال عليها هي انك انت تكسر المشكله الى الروت كوز بتاعها، او تقطعها كده لحاجات صغيره. طب انا دلوقتي متضايق من ايه؟ طب علشان حصل ايه؟ عشان حصل ايه؟ لغايه ما توصل للنتيجه الاساسيه اللي انت، او الرعب الكبير اللي انت خايف منه. انا خايف ان انا مثلا ابقى في الشارع وما بشتغلش. طب ما انا لو انا في الشارع وما بشتغلش ما انا ممكن ادور على شغل، ما انا متعلم، طب ما انا ممكن الاقي شغل. الطريقه اللي انت عملتها بيها كانت حلوه جدا. نسيت حاجه؟ لا اعتقد هو ده كده احنا مغطين كل حاجه. ده اللي طيب انت بجد نورتني على بودكاست الخبير مع المدير. ويعني يمكن يعدي كده كام سنه تانيين ونعمل برضو بودكاست تاني. تاني. مستني اللي جاي تاني من دلوقتي. بس يا حبيبي نورتني.